تعالى اقولك هنشوي النهارده فراخ بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه. اول حاجه جبنا فرخه من عند الفرارجي وقطعناها وخليناها خالص من العظم، اسمها فرخه مسحبه. زي ما انتم شايفين هنعمل الخلطه بتاعتها الجباره. نزلنا بمعلقه بابريكا، بمعلقه كركم، معلقه فلفل اسود، معلقه بهار، زعتر، ملح، عصير ليمونتين. هننزل عليهم بمعلقتين من زيت الزيتون، وكمان هننزل عليهم بأهم مكون اللي هيخليها تحفة قوي، معلقتين من العسل الاسود. العسل الاسود هيديكي نتيجة رهيبة، هيصدمك بصراحة. نزلنا بمعلقتين كبار من العسل الاسود، ونزلنا عليهم كمان معلقة دبس رمان كبيرة. هنقلب كل الخليط ده مع بعض كويس جدا لغاية ما يبقى الخلطة معانا جبارة زي ما انتم شايفينها كده. هنتبل بيها الفرخة بعد ما خليناها، طبعا اسمها فرخة مسحبة. هنتبلها كويس جدا ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين. بعد ما تتبل معانا وتبقى جميلة كده بالشكل ده، هنحطها في القلاية الهوائية على برنامج الفراخ المشوية. هتقعد نص ساعة وعلى درجة حرارة 180 على الوش ده، وبعدين نقلبها على الوش التاني برضو تقعد نص ساعة، 27 دقيقة يعني. وهتبقى هنحطها في القلاية لغاية ما تستوي خالص معانا، وهتطلع بالشكل القمر اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. دي اول ناحية كده، اول ما حطيناها على درجة حرارة 170 على 27 دقيقة على درجة حرارة 180، طلعت بالشكل القمر التحفة اللي انتوا شايفينه ده على كل اتجاه. عسل الاسود مديها شكل جميل جدا، وبألف هنا.